عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. وحشاني جدا جدا جدا. جايه تعملي ايه يا ست امونه؟ جايين نكنس مع بعض السطح علشان حبايب امونه اللي طلبوا مني السطح. اي نعم المغرب هيقدم بس هنلحق ان شاء الله قبل ما الدنيا تليل. يلا بينا على الشغل ونشوف هنعمل ايه مع امونه. مبدئيا كده حبايبي هلم الكلام ده كله الثوم هنا كده بجنب، واليوم ان شاء الله انا عملت لكم الفيديو اللي قبل ده عند العصافير، هنشوف اي واحد اللي هينزل الاول، وفي يوم تاني ان شاء الله هعمل لكم فيديو عند الحمام. بس قبل اي حاجه ما تنسونيش بالله عليكم في اللايكات. بصوا انا بلم كده اهو كده كده، انا ما بشيلش الحاجات دي من هنا، انا بركنها هنا. بصوا هنحاول ان شاء الله الايام الجايه نصور مع بعض فيديوهات هنا. بصوا بقى هنرشرش. بصوا بقى العشه النهارده بقت عامله ازاي، خفيفه جدا. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. ايه رايكم بقى؟ قولوا اللهم صل على النبي كده في الكومنتات. معايا بقى جردل كده فيه ميه، ارش كده والله ما كنت عايزه، ما علينا كفايه كده. ما كنتش عايزه ارش علشان المقشه هتتبقى. بصوا بقى يا حبايب امونه هنرشرش هنا كده. بصوا انا ليه دايما بكنس هنا؟ لان بصوا هنا في رمله، طبعا صعب ان انا هشيلها، ولو شلتها ولميتها احنا ساكنين ده مش بيتنا، فدي حاجه صاحب البيت انا ما باجيش عندها. بس انا بنضف المكان ده علشان عشه الحمام احنا اللي بنستعملها، فطبيعي ان اي حاجه بنبهدلها لازم ننضفها. تمام. بما ان انا بيكون هنا بصوا يعني هنا اكل الحمام اكل العصافير عامل ازاي، فما ينفعش ان انا اسيب السطح بالشكل ده. وبعدين ممكن نطلع نقعد مثلا زي دلوقتي الجو حلو، بس انا بخاف علشان ملك بصراحه، لان بصوا قدام كده ربنا يحفظنا مفيش سور يا جماعه. شوفوا كده، بصوا هنا كده، بصوا السطح من هنا يعني متبهدل طبعا، بس دي حاجه مش تخصني برده، دي مش حاجتي انا، ما اقدرش اجي عندها زي ما قلت لكم. بخاف بقى على مالك او على رودي او معاذ ان هم يجوا الناحيه دي. بصوا هنا لا قدر الله ما فيش سور زي ما انتم شايفين، ما فيش سور خالص، فبخاف ان معاذ مش مالك مش هقدر اسيطر عليه، ممكن يطلع يجري فلا قدر الله بعد الشر يقع او حاجه، وانا في غنى عن كل الكلام دوت. فربنا يحمينا ويحمي اولادنا واولادكم يا رب. بصوا بقى بصراحه مش هكنس بالمقشه اللي تحت ده، لان دي المقشه اللي تحت اللي بكنس بيها. خلاص، فانا جبت دي مقشه العشه عشان انا رشيت ميه، فالمقشه هتتبهدل. بشرح لكم بالتفصيل، بس ما تنسوش اللايك ماشي. نكنس بقى كده. عرفتوا بقى انا ليه رشيت ميه؟ عشان التراب ده ما يطلعش عليا. والله العظيم انا عايزه اقول لكم حاجه حقيقي، والله مش مجرد في الفيديو. عايزه اقول لكم ان انا بحس براحه نفسيه في المكان اللي انا فيه بيكون نضيف. يعني انا لو قعدت في مكان بيكون مش نضيف بحس ان انا نفسيا مش مرتاحه ومخنوقه، وافضل اتعصب على الولاد. فاهمني؟ بحس ان حلوه قوي ان تبقي قاعده في مكان نضيف. شجعوني باللايك يا حبايب امونا، وقولوا لي كده اي مجهود
النظافه دي اساس من الست، يعني اي ست لازم تكون نظيفه، نظيفه بقى في بيتها، نظيفه في ولادها، نظيفه في نفسها، نظيفه في اي مكان. بصوا الهوا والله العظيم، بصوا حاجه كده جميله. تعملوا لي لايك الناس اللي طلبت مني فيديو العصافير عملتها لكم، وفيديو فوق السطح اهو عملته لكم. بس شغالين كده ايه بقى من واحد ولا اي حاجه مع بعض كده. حبايب امونه انا جبت شوال خلاص. سلمني بقى ايه المغرب أذن، مرضتش اتغدى علشان اعمل لكم الفيديو. لازم تاخدوا بالكم كويس جدا، يعني لازم لايك. بصوا بقى الصح هنحط هنا كده. احنا بنجمع هنا وبنروح رامينها بقى. بصوا الجمال، ايه رايكم؟ حلو كده الصراحه. دول مش بلمهم لانهم مش محتاجين يعني يتلموا اهو. بصوا كده بقى جميله قوي والعشه وكله تمام التمام. ايه رايكم؟ اقفل بقى وهتوحشوني، بس انا والله العظيم عايزه اقفل معاكم عشان الجو الجميل ده. بصوا بقى دلوقتي المغرب بيأذن اهو، بيقوم الصلاه. وبصوا يا جماعه المنظر، انا بحب قوي الجو ده. بصوا القمر بجد والله العظيم منظر جميل، والخضره. ايه رايكم بقى؟ انا مبسوطه ان انا معاكم، اتمنى دايما تدعموني. وعايزه كل حد بيدخل يشترك عندي يقول لي هو من اي بلد، بيتابعني منين بالظبط، ويكتب لي كومنت حلو زيه. ما تنسوش اللايك الحلو والاشتراك الحلو، وبحبكم قوي قوي قوي. بحبكم. باي باي.